السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكشري المصري القمر اللي انتوا شايفينه ده. هعمله معاكم بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ما بياخدش وقت خالص، بس الصراحة بياخد 200 حلة كده وبيملى المطبخ مواعين. بس اقول لكم على سر بجد، هو يستاهل علشان طعمه حلو جدا. لازم تجربوه لو انتوا ما جربتوش في البيت قبل كده، احلى من الجاهز بكتير قوي. عملنا معاه كمان الصلصة وكمان الدقة الخل والثوم، بجد تحفة. تعالوا كده على طول نشوف الطريقة. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا أسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة هجيب معايا حوالي نص كوباية عدس بجبة، وهنقعه في مية عادية خالص من الحنفية، مش سخنة ولا أي حاجة. أنا هعمل الكشري الصبح وبنقع العدس ده من بالليل في قلب المية دي كده. وهجيب معايا كمان حوالي نص كوباية كده من حمص الكشري، بنقعه برضو من بالليل كده في مية عادية برضو من الحنفية. لو انتي هتعملي في نفس اليوم هتنقعيهم حوالي من 4 ل5 ساعات كده. بعد كده هجيب معايا هنا بقى البصل. استخدمي بصل ابيض او احمر مش هتفرق، بس الصراحة انا بحب البصل الابيض، بيبقى مسكر شوية كده وبيبقى طعمه حلو، وكمان بيبقى لونه فاتح عن البصل الاحمر، بيبقى غامق شوية لما بتحمريه بيطلع غامق شوية. انا بمسك البصلة كده بقسمها من النص وبقطعها كده شرايح رفيعة. حاولي تخليها كلها سمك واحد علشان تاخد كلها تسوية واحدة. بعد ما قطعتها كده نزلت عندي بمعلقة من الدقيق ونص معلقة نشا. ممكن تستغنوا عن النشا وتحطي دقيق بس لو مش متوفر عندك النشا، وبقلبهم مع بعض بالشكل ده كده. في ناس ما بتحطش دقيق وبتحمره كده على طول، الصراحة مش بفضل الطريقة دي، بيطلع طري كده وكمان بيطلع محروق، ما بيطلعش لونه ذهبي كده فاتح، لا بيطلع محروق وطري ومش بيعجبني خالص. انا بحط له شوية نشا على دقيق بيطلع حلو جدا. بعد كده جبت طاسة فيها زيت غزير، والزيت يكون سخن كده جامد، وبنزل على طول بالبصل. مش بحط بصل كتير فوق بعضه، لا بفرده كده في الطاسة شوية بشوية، واول ما ياخد اللون الذهبي الفاتح ده بروح مطلعاه على طول. حطيه بقى كده في طبق مفرد عن بعضه علشان يفضل معاكي مقرمش لاخر اليوم. خلاص خلصنا كده تحمير البصل. هاخد شوية زيت من اللي انا محمرة فيهم البصل، وهحط معايا كده نص معلقة كبيرة من الثوم المفروم، واول ما يصفر معايا بس كده بنزل عندي بمعلقتين كبار من الخل. ما تغمقوش الثوم عن كده علشان ما يمررش معاكم. بعد كده هنزل عندي بعصير طماطم. حابين تصفوا الطماطم صفوها، مش حابين انا ما صفيتهاش، انا ضربتها كده وما صفيتهاش خالص. اول ما تغلي معايا بنزل بشويه ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره، واسيبها لحد ما تتسبك معايا وتتقل. وبكده الصلصه هي كمان جاهزه معانا. جبت حله تانية وبرضو خدت شويه زيت من بتاع البصل، ونزلت عندي هنا بكوبايه من الشعريه، وهبدا احمر معايا الشعريه لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. في الوقت ده اكون مغسله معايا كوبايه رز، وغسلها كويس طبعا ومصفياها، وهحطها على الشعريه بالشكل ده. قلبي بقى كويس كده الرز مع الشعرية بالشكل ده. بعد كده هاخد العدس اللي انا كنت نقعاه من بالليل، هصفيه واشطفه كده شطفة كويسة، وهحطه على الشعرية وعلى الرز زي ما انتوا شايفين كده. هقلبه بقى مع بعض كويس. بعد كده هنزل بالمية على الرز كده، ويدوبك المية تكون مغطياه مش كتير علشان ما يطلعش معجن معاكم. حطيت عليه كده شوية ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة، وبغطيه واسيبه لحد ما يتشرب المية معايا. بعد ما يتشرب المية بهدي النار، اخليها كده شمعة عليه علشان يكمل السوا بتاعه، وبقلبه في بعضه بالشكل ده. شايفين طالع مفلفل ازاي؟ طالع بجد تحفة، مش معجن خالص وكمان مستوي معانا. هسيبه بقى يكمل السوا بتاعه. هجيب معايا بقى المكرونة. انا بستخدم نوعين من المكرونة اللي هي الخواتم دي، والمكرونة الاسباجيتي. بعد كده جبت حلة على النار فيها مية بتغلي، وحطيت لها كده شوية ملح. هنزل بالمكرونة على طول في المية. اول ما بتغلي معايا بحط النوعين على بعض، يعني تقريبا بياخدوا تسوية واحدة، مش محتاج ان انا اسلق كل نوع في حلة لوحدها. بديهم بقى كده تقليبة وبغطي الحلة واسيبها لحد ما تستوي. طبعا كل شوية بشيل الغطا كده واقلبها واختبرها كده اشوفها استوت ولا لأ، علشان ما تطلعش معجنة معايا. خلاص هنا كده المكرونة تقريبا استوت معايا. هاخدها وصفيها من المية اللي عليها دي خالص كده. وبعد ما اصفيها على طول كده مش بستنى علشان ما تلزقش في بعضها، بجيب شوية زيت برضو من اللي انا محمرة فيهم البصل، عشان طبعا احنا كنا محمرين في زيت كتير. وحطيت شوية الزيت دمت في حلة على النار،
واول الزيت ما يسخن كويس جدا بنزل بالمكرونة بعد ما صفيتها من المية، وبسيبها على النار متوسطة كده حوالي 5 دقايق، وكل شوية بديها تقليبة كده لحد كل المكرونة اللي عندي دي ما تتغلف بالزيت. نيجي بعد كده الحمص الكشري، بعد ما نقحته من بالليل للصبح هاخده كده واشطفه واصفيه من المية اللي عليه دي كده، وهجيب حلة على النار فيها برضو شوية ملح مش كتير، واول ما تغلي معايا بنزل عندي بالحمص علشان اسلقه معايا. بسيبه على النار كده حوالي 10 دقايق، وبرضو اختبريه قبل ما تقفلي النار شوفيه استوى ولا لا. اخر حاجة هعملها معاكم هي الدقة. انا عارفة ان الخطوات كتير بس ما بتاخدش وقت خالص. جبت معايا حوالي 2 3 فص كبار كده من التوم، عليهم قرن فلفل، وطبعا نعمتهم مع بعض كويس جدا. جبت معايا كده حوالي 2 3 فص توم كبار كده معاهم قرن فلفل، ونعمتهم مع بعض كويس، ونزلت عندي بشوية ملح وكمون وكزبرة، ونزلت عليهم كده بنص كوباية من المية المغلية. طبعا لازم نحط مية مغلية مش مية من الحنفية، علشان المية المغلية هتطلع معانا نكهة التوم. بعد كده هنزل معايا بربع كوباية من الخل وعصرة ليمونة كاملة تكون ليمونة كبيرة. قلبتهم بقى مع بعض كده كويس، وكده الدقة بتاعتنا جاهزة بجد، بتبقى طعمها حلو جدا مع الكشري. بفضيها بقى في اي حاجة عندي كده، دي بقى مع الكشري كده بتبقى تحفة. خلاص كده جهزنا مع بعض كل حاجة، تعالوا بقى نعمل طبق كشري حلو كده. جبت الطبق ده وافضي فيه بقى كده الرز على الشعرية في الطبق كده من تحت الأول، بوزعه كويس جدا في الطبق، وبحط بقى فوقه كده شوية من المكرونة. بعد كده جبت شوية من البصل، شايفين لونه تحفة، طالع لونه فاتح وحلو كده ومقرمش، وهيفضل معاكم مقرمش لآخر اليوم. جبت كمان شوية من الحمص بعد ما صفيته من المية، وهنا كمان الصلصة بتاعتنا طالعة تحفة، القوام بتاعها حلو جدا. هزين بيها الطبق كده، احط شوية صلصة على وش المكرونة، وكده الطبق بتاعنا جاهز زي المحلات بالظبط. تعالى اقول لكم بقى انا بحبها ازاي. انا باخد المكرونة زي ما انتم شايفين، طبعا هي مفلفلة خالص اهيت، مش لازقة في بعضها ولا اي حاجة. بنزل عليها بقى كده بالرز وبقلبها في بعضها كلها مع بعضها. انا بحب اقلب كله في بعضه، يعني ما احبش احط الرز تحت والمكرونه فوق والكلام ده. انا عملتها لكم في الاول الطبق ده زي المحلات، بس انا بحب اقلب كله في بعضه بالشكل ده كده. بعد كده هنزل عندي بشويه حمص وبرده هقلبهم في بعض بالشكل ده، وكده خلاص الكشري بتاعنا جاهز اني اغرفه في الطبق، وكله كده خلطبيطه في بعضها. بحط بس البصل هو اللي على الوش كده، حطيت طبق كده وعلى وشه شوية من البصل بالشكل ده. وطبعا عندي بقى هنا الصلصة والدقة، وكده فل الفل. هاخد بقى شوية من الصلصة كده على الكشري وبقلبها كده بتبقى تحفة، شايفين الجمال. وكمان شوية من الدقة كده تحطيها على الكشري بيبقى طعمها تحفة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم بأي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.